تخيلوا معي منتخب المغرب تحت 17 سنة فاز اليوم بنتيجة 16-0، أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للناشئين. الرقم القياسي القديم كان باسم أسبانيا منذ عام 1997 والمغرب كسره. الأمر المذهل أكثر، المنتخب كان قد خسر أمام اليابان والبرتغال، ومن خسارتين حقق رقما قياسيا عالميا، والأهم الآن بفضل الفوز 16-0 وفارق الأهداف فرصة المغرب كبيرة للتأهل كأفضل ثلاثة. أسود الأطلس لا تموت، والمونديال الآن يسمع زئير المغرب. مش هذه المغرب 16-0 كأس عالم، والله كأس عالم يا شباب. أخذوا كأس عالم تحت ال20 وصل اليوم تحت ال17 فايزين 16-0. الفيفا راح تنجلط يا مغرب، يا أهل المغرب. انتم بترحموش أكبر نتيجة بالتاريخ بكأس العالم كلها. شو 16-0؟ دايما بنقول ان منتخب المغرب هو منتخب اوروبي داخل القاره الافريقيه، لكن احنا اول مره نكتشف ان احنا تقريبا بنلعب رياضه ثانيه غير اللي بيلعبها المنتخب المغربي، لان النهارده احنا بنشوف نتيجه ما بنشوفهاش اصلا في البينج بونج ولا في السله ولا في الطايره ولا في الهاندبول. احنا النهارده بنشوف 16-0. انت سمعت صح، 16-0. انا مش فاهم يعني ايه. طب انتوا بداتوا امتى تسجيل؟ ولا انتوا بادئين من قبل الماتش مثلا؟ يعني انتوا بداتوا تسجلوا من قبل ما الفريق التاني ما ينزل؟ ايه ده يا جماعه؟ ده حاجه مش طبيعيه. ده يعني امسكوا الحصان بكل معنى الكلمه. في حاجه مش طبيعيه بجد بالنسبه للمنتخب المغربي. دي حاله غريبه. يعني المنتخب المغربي كان بيعاني اصلا في المجموعه دي عشان خاطر مساله الصعود، ومساله بقى ان هو عايز يفضل او يصعد ضمن احسن توالد. لا يعني خلصها تماما. ده مش احسن توالد، ده افشخ واحد في احسن توالد. مش ممكن يعني 16 هدف. ايه ده 16-0. يعني الفريق التاني يا جماعه ده ما لبسش التيشيرتات اصلا. يعني ده انت لو بتلعبوا خيال مآتة، احنا لو بنلعب كفر عزبه هنا اهوت، اي عزبه هنا اهوت، اي 11 جمعتهم من الشارع مش هيخسروا 16-0. يعني انا مش فاهم بجد المنتخب المغربي يعملها ازاي. جبروت في الكوره بكل معنى الكلمه اللي بيعمله المنتخب المغربي. منتخب المغرب حاله في كره القدم حرفيا. المغرب ربحت 16-0، ربحت واحده بلاد داخله فيها فرنسا مش عارف علاه، اسموها مدينه جديده. الا راك حاقر هذه النتيجه تاع 16-0 اللي ربحتها المغرب. احنا العام اللي فات باش ماركينا الريال مدريد 16 بيت لعبنا 4 ليمات. اي المغرب غير في 90 دقيقه ماركاو 16 بيت. تخيل لعبوا الريال مدريد. ها قلت لكم ما جاوش، عندك واحد ما جاش فيهم وراهم هذا. شوف المغرب، شوف كاع داو تنقيط 10 كاع ماركاو. استاذ يعرف يقري خويا خوتي، والله لا فكروني في كلاس اللي كنت نقرا فيها. عندك قاعد يدور 4-4، واحد طردها الاستاذ، طرد زوج ديجا كاع. كلاسها تاع صاحبي قاعدوا 10-10، وانا نقول صاحبي على فايتني. دينا جديده، حكوا لي شي عندكم. ماكمش تاكلوا، ماكمش تترينوا. قولوا الصح، لقاكم برا قال لكم روحوا تلعبوا ضد المغرب. ياك محال انتم ايكيب تاع بورا، محال زعما مستحيل. اروي نور بالبال سبعين الحسد اخي، شاد الله حاكمينا بزمن اخي. حبينا حنا جينا لا تقولوا ما جينا، حنا سايقين الماشينه. ذكاء اصطناعي، هذه ذكاء اصطناعي. ناري المغرب عاد. هربوا الطاهر. هي صفر ربحتوا راحتكم، وانا الاول اللي فرحت. اللي كانوا في اللايف معايا ونتفرجوا شافوني باللي فرحت. زعميتو ما تفرجتش، الله غالب. كنتو عليهم 16 تهكير. هذا هاكر. ذكاء اصطناعي ما نأمنش. راني نشوف فيها 16 بصح ما نأمنش. هذو 16 مين جاو؟ هذو كلادونوفيا ولا كنا ما لا باليش، ولا كليمونات ولا ما لا باليش، جاو بلا غارديان ما جاوش. ما فهمتش انايا. راكم حنا هضرنا قلنا راهم طايبين والو. 16 تبارك الله. لا هما لا حسد لا عين لا حسد. يا ربي 5 وخميس في العديان، 5 وخميس. المهم انا فرحت لكم. ضحكتني القنطة اخوتي. من القدام شو غادي ديروا يا سيدي؟ ما كوب دافريك راهي جايه. وها ربي هاي ربي ها كاس العرب راهي جايه، ويا شو غادي يديروا فيه؟ هاي ربحوهم كاع. احنا لاجيري مش خاص تربحونا. خوا احنا كي تربحوا نتوما كي نربحوا حنايا. سي كيف واو.
المغرب بطولة العالم بتاعت 17 سنة، فمنتخب المغرب كسب الفريق اللي كان بيلعبه 16-0. 16-0 يا مؤمن. وبعد ما كان المنتخب المغربي مهدد بالخروج بقى عنده فرصة دلوقتي ان هو يتأهل احسن توالد. 16-0 لازمتها ايه الافتراء يعني؟ ما كانوا يبقوا 10 11 12 ليه 16؟ انا عايزه افهم. ما شاء الله الصوره مش جايبه بقيه اللعيبه اللي سجلوا، غالبا الفريق كله سجل اجوان النهارده. الله اكبر الله اكبر. يا ساتر يا شباب، 16-0 المغرب موروكو عم تربح 16-0 بكأس العالم يا شباب. تحت سن ال 17 سنة عم يفوزوا 16-0. شو هالمباراة يا المغرب؟ المغرب ناوي على كأس العالم يا شباب. يا ساتر يا ساتر. والله ما فهمت. فهمونا بالعمي فهمونا. راكم تلعبوا بولا ولا راكم تلعبوا هوند ولا شاه ولا ريكبي؟ 16-0. العار استعرب بكم والله نستعرب بكم. الاولى خسرتوا، الزوجه خسرتوا، بصح عمرتوا كلشي في ماتش واحد. 16 بيت يلعب بلاي 5. والله بلاي 5 وما تماركي 16 بيت راك منيتك. ودا عمي الحراره قعدت على الماتش اللي فاتوا ردوها فيها هادو اليوم مساكين. ما خلاوهاش ما بايماركو واحد بيت والو ولا شفقه. عندك يا كيديروا لهم كلاوهم. ودا عمي شاولا هذا الناس ترى مش تتفرج لعبونا ماتش تاع ريكبي. والله لا ماتش تاع ريكبي 16-0 اول مره في التاريخ. والله لا خلعوني يس. برافو برافو برافو. بصح تشبع الضحك والله. لا 16 يا ولد عمي شي يحسبها 1 2 3 4 بزاف والله. بصح ما تستاهلوش والله. وتنعرف الكرغوني واش كيعرف يحسب من 1 حتى ل 10. دراري ما يمكنش هذا مستحيل. 16-0 مزيانة دراري. Are they playing the blind? Like who are they playing against? 16-0. Wow, crazy. المنتخب المغربي يتفوق على نيو كاليدونيا ويحقق إنجاز تاريخي لأول مرة بتاريخ كأس العالم للناشئين. منتخب بيسجل 16 هدف. المنتخب المغربي يلي خسر مباريتين في بداية البطولة أمام البرتغال وأمام اليابان وبنتيجة كبيرة أمام البرتغال، اليوم قال الأسود كلمتهم. ردوا الاعتبار لهم وللشعب المغربي أن الأسود حاضرين وقادرين على العبور لدور 32 وبنسبة كبيرة. كأحسن ثالث المنتخب المغربي الآن قادر على التأهل لدور 32 في كأس العالم. هذه كرة القدم، لكل مجتهد نصيب. حققوا المراد، سجلوا عدد أهداف، كانوا ناقص 8 صاروا على سلم الترتيب زائد 8. مبروك كبيرة للمغرب، فوز تاريخي، فوز مهم. عملوا اللي عليهم، مسحوا صورة المباراة الأولى والثانية، والآن المغرب بنسبة كبيرة إلى الدور الثاني وديما مغرب.